والنهارده معانا موبايل سامسونج الاي 16 وده اللي هنتكلم عنه في فيديو النهارده بمميزاته وبعيوبه بكل تفاصيله. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا على التصميم بقى. الشكل ده المعتاد من سامسونج، يعني انا بالنسبة لي الشكل مفهوش اي جديد، هو نفسه الاي 15، هو نفس الموديلات، الشكل مفهوش اي جديد بالنسبة للاي 16. والخامات من البلاستيك، لكن الجديد في الخامات الظهر فيه لمعة بسيطة كده بيوحي انه ازاز يعني، لكن هو مش ازاز الحقيقة. ومقاوم لرذاذ الماء والغبار بمعيار اي بي 54، لكن برضو ما بنصحش حد يجرب موبايله في المية حتى لو معاه اقوى شهادة لمقاومة المية. وبالنسبة للشاشة بتيجي بسوبر أمولود بتردد 90 هرتز، وبتيجي بمقاس 6.7 بدقة فول اتش دي بلس بكثافة بكسلات 385 بكسل لكل انش. الشاشة دي بنفس الحواف الكبيرة، بنفس النوتش، انا اسف على اللفظ، بحسه نوتش رخم في الشاشة، نوتش الكاميرا الامامية ده. وبالحافة السفلية كبيرة جدا، يعني ده يعني بالنسبة لي أنا ما أقصدش إن الموبايل فيه عيوب ولا حاجة، يعني مش برخم على الموبايل، لكن الموبايل نفسه بالنسبة لشكل الشاشة وتفصيلة الشاشة لا مش أحسن حاجة، بمناسبة إننا في 2025. الحواف دي بنوتش الشاشة، شايفها نوتش الشاشة دي حاجة صعبة جدا بالنسبة لنا، واحنا في 2025 بنفس الحواف الكبيرة، لا دي حاجة صعبة. وكمان بالنسبة للتردد 90 هرتز مع شاشة زي دي، الشاشة جميلة جدا لكن بتردد ليه 90 هرتز؟ ده عشان توفر، ممكن يكون الشركة عشان توفر في السعر فتعرف تنافس، لكن انا شايف ان الشاشة كانت بتردد 120 هتكون افضل وافضل. وكمان الشاشة ما بتدعمش خاصية الاولويز اون ديسبلاي، ازاي في سامسونج معرفش، لكن لحد دلوقتي ازاي في 2025 ما بتدعمش اولويز اون ديسبلاي في فئة زي دي لسامسونج؟ دي حاجة بالنسبة لي صعبة. اما بالنسبة بقى للمعالج والاداء، فالمعالج من ميديا تك هيليو جي 99 بتصنيع 6 نانومتر مع معالج رسومي مالي جي 57. لكن افضل ميزة في الموبايل انه بيدعم تحديثات لمدة 6 سنين، ودي حاجة كويسة جدا. وهو هيوصل حضرتك باندرويد 14 مع مواجهة وان يو 6.1. اما بالنسبة للمعالج، فاداء المعالج اداء محترم في التصفح والالعاب الخفيفة كاستخدام يومي، لكن كمعالج فئة اقتصادية هو كويس جدا. اما بالنسبة بقى للالعاب التقيلة مش هيكون افضل حاجة، لانه من الفئة الاقتصادية الى الفئة المتوسطة، هو مش فئة عليا عشان اقول لك هيقاوم في الالعاب التقيلة. يعني خلينا ندي الموبايل حقه شوية، لان احنا كده ظالمينه في الفيديو ده، يعني او مش ظالمه، هي دي وجهة نظري فيه من خلال تجربته. يعني بتصور بدقة 180 مع 30 فريم في الثانية، ودي دقة كويسة. وزي ما انا قلت لو مفيش اضاءة كويسة لا الموبايل ده مش هيديك تصوير اللي انت بتحلم بيه. والكاميرا السيلفي كمان بتيجي ب 13 ميجا بكسل، والكاميرات ما فيهاش اي مثبت بصري، يعني الكاميرات مفتقدة هنا لاي مثبت بصري. وللأسف الصوت مونو مش ستيريو، لكن الموبايل بيدعم خاصية NFC، ودي في بعض الهواتف الرائدة من شركات تانية اللي هو الريدمي نوت 14. بالنسبة لي أنا ده كان عيب في مراجعة الريدمي نوت 14، لأن NFC مش موجود في 2025، فهو بالنسبة لي حاجة صعبة برضو. في بعض النسخ موجود فيها ال NFC، يعني لو حضرتك حابب تاخد الخاصية دي لازم تركز في النسخة اللي حضرتك بتشتريها. البصمة طبعا حضراتكم عارفين في زرار الباور، البطارية بتكون 5000 ملي أمبير مع سرعة شحن 25 واط، وأنا شايفها قليلة قليلة بالنسبة للهواتف اللي أقل من الموبايل ده في السعر. وكمان الشاحن ما بيجيش طبعا، سامسونج من بدري ما بتنزلش شاحن في العلبة، يعني اعمل حسابك هتشتريه. اما في النهاية اقول لك عيوب الموبايل، وهي ممكن تكون بالنسبة لي عيوب، لكن بالنسبة لحد تاني او استخدام شخص تاني مش عيوب. اول عيب عندي ان الشاشة ما بتدعمش always on display، وحواف كبيرة، ونوتش الكاميرا بشكله القديم. وكمان 90 هرتز، مع لان كانت ممكن تكون 120 هرتز لانها شاشة كويسة جدا، الشاشة كويسة. وكمان بالنسبة لي انا العيب التاني ان هو الصوت مش موجود ستيريو مونو، وكمان شال مدخل ال3.5 ملي، فانا بالنسبة لي
ده عيب من عيوب الموبايل. وكمان علبة الموبايل بتيجي من غير شاحن، وبالنسبة لي ده عيب للموبايل. وفي نهاية الفيديو لو لسه مشتركتش في القناة ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.